ازيكم عاملين ايه؟ انا اسمي منى احمد وقناتي اسمها مونيتا كيتش. جايه لكم النهارده بقى بالسمك المشوي. هنعمله بتتبيله حلوه قوي وبحشوه جميله جدا. هنعمل السمك البوري. معانا بقى في التتبيله بتاعتنا والحشوه معانا خل، ومعانا كمان بقدونس متقطع قطع صغنونه قوي، ومعانا التوابل بتاعتنا عباره عن توابل سمك او بهارات سمك. معانا شطه وزعتر وكمون وملح، وكمان معانا فلفل اخضر حامي وبارد متقطع، ومعانا جزر، ومعانا كمان توم مفروم ومدقوق، ومعانا السمك بتاعنا. هنجيب بقى التتبيله الاول. هنبدا ننزل بكل المكونات بتاعتنا في طبق كده. معانا الجزر احنا بشرينه، تمام. تقدري تحطي طماطم، مفيش اي مشكله، يعني برضو بتدي طعم حلو قوي. بس انا للأسف ما كانش موجود عندي الطماطم دلوقتي. فعملت بقى الخلطة كده، ونزلت بعد كده جبت قوطة أو طماطم للسلطة بعد كده، بس أنا بحط فيها. وكمان بنقطع بصلاية حلوة ونروح حطينا فيها، بس هنا البصل مش جاي في التتبيلة. مش مستعرضة معاكم، يعني معلش الحتة بتاعت البصل دي ما كانتش متصورة. بنقطع بصل طبعا شرايح، او بنقطعه مكعبات صغنونه زي بتاعه الطبيخ، ونبدا نحط كل ده، ونحط الخل، ونحط الليمون، ونقلب كل الكلام ده كده مع بعض كويس جدا جدا. زي ما قلنا بقدونس، فلفل اخضر سواء بيحرق او بارد، جزر، كمان طماطم لو حطيته هتبقى حلوه قوي. كمان بنحط توم ونحط بصل، ونقلب الكلام ده كله جدا مع الخل والليمون والملح والكمون. وكمان بنحط زعتر، وبنحط كزبرة وتوابل سمك وشطة، ونحشي بقى الكلام ده كله كده. انا معايا هنا سمك بوري، ده كيلو وربع تقريبا، او كيلو 300 جرام من السمك البوري. تمام. هنحشي بقى كده كل السمك، طبعا احنا غاسلينه كويس جدا جدا ومنضفينه. هنحشيه بالطريقة دي كده. نركن بس اللي احنا حشيناها على الجنب كده شوية، ونبدأ نجيب السمك اللي بعد كده ونحشيها بالشكل دوت. تمام. عايزة اقولك بجد انا بحشيه بالطريقة دي، وكمان بعمله في البيت احلى كتير من ما بتجيبيه من بره. حاجة مضمونة ونضيفة، وبعمله في البيت ولا في ريحة دخنة بقى، ولا في بقى ان انت تقولي انا هشوي السمك في البيت هيبقى فيه دخان ويبقى ريحة. لا لا خالص. هنسويه بطريقة حلوة جدا، مش هتخليلك اي دخان ولا اي حاجة تطلع من روايح الشوي اللي بتشوفيها بره في الشارع، وحاجة نظيفة وانتي ضمناها، وبجد بيستوي بيبقى طعمه جميل. تابعيني في الفيديو عشان تشوفي طبعا هنكمل ازاي. هشيل بقى بس الحاجات دي كده، وبعد كده هسيبه بقى في التتبيلة بتاعته دي لمدة ساعة او ساعتين. تمام. بعد كده هجيب السمك بعد ما هيتبل كده. احنا تبلناه طبعا حلو جدا، والحشو بتاعه زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلت هنركنه بقى لمدة ساعة او ساعتين. كل ما سبتيه في التتبيلة كل ما كان حلو، وخد بقى من التتبيلة ومن الخلطة اللي انا حطاها فيه كده. بعد كده بقى هنجيب السمك بتاعنا وهنحطه في الصاج. هيكون صاج عندنا احنا بنستخدموش طبعا الا للحاجات دي. هنحط بقى الردة، ونرش رده من فوق ومن تحت، ونحطه على الشوايه يا جماعه، وهنوطي لحد ما يستوي وياخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بعد كده اروح حاطه الخلطه بتاعتي اللي هي عباره عن توم وملح وكمون وشطه وخل، واروح حاطه الميه بتاعتي عليه، واحطه في الفرن تاني لمده 10 دقايق، من هنا من الناحيه دي ومن الناحيه دي، وهيطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اقسم بالله جربوه بالطريقه دي، قسم هتحاسب عليه، هيطلع معاكي مستوي جدا وهيطلع طعمه حلو قوي. شايفين؟ بجد انا هوريكم شكله اهو، مستوي وطعمه حلو جدا جدا، ولا فيه ريحه دخن ولا فيه اي حاجه، والخلطه كمان مستويه معايا حلو. شايفين لون السمك المشوي عملناه في البيت. بجد مش هتجربي ان انت تشويه بره تاني. وادي اللحم بتاعه زي ما بقولك اهو مستوي، بس عشان سخن بجد انا مش عارفه امسكه. بس اوعدك لو جربتي الطريقه دي بجد مش هتندمي ان انت جربتيها. احلى سمك ممكن تاكليه سمك مشوي. ممكن تجربي الطريقه دي في السمك البلطي، مفيش اي مشكله. انا بالنسبه لي بفضل السمك البوري مشوي، وعلى طول بعمله في البيت تحت الشوايه زي ما قلت. واعملي التتبيله بتاعته: دقي توم
مدقوق او مفروم، ومعاه شويه توابل من اللي احنا حطيناهم وشويه خل وشويه ميه، وقلبيهم مع بعض. واول ما ياخد اللون من فوق ومن تحت ادلقي الميه عليه ودخليه الفرن تاني 10 دقايق من الناحيه دي و10 دقايق من الناحيه دي. هتاكلي احلى سمك مشوي في البيت بدون اي روايح للسمك، كانك ما عملتيش سمك. ده كان الفيديو بتاعي النهارده ليكم، السمك المشوي البوري في البيت بطريقه سهله جدا جدا. لو عجبك الفيديو، عجبتك الوصفه، ما تنسيش تعملي لايك وشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.